بسم الله الرحمن الرحيم. وكما عودناكم بتغطية الأحداث باستمرار، امبارح حصل مشهد غريب قوي في حي المطرية. لقينا السيدة دي بتتسلق إحدى البلكونات وبتخطف زي ما انتوا شايفين كده من البلكونة البطاطين المنشورة على البلكونة. تم رصد الموقف بالكامل من كاميرات المراقبة. بس المضحك في الامر، بص وقعت ازاي وهي بتاخد البطاطين. بس مش هتهمد هتروح وتاخد البطانية الحمراء، هتقول بالوقعة اللي انا وقعتها دي والله ياخد الحمراء كمان. اقسم بالله ما هسيب الحمراء دي طالعة من عينيا. ايوه، خدت الحمراء اهي. خدت الحمراء اهي وخدت كل البطاطين وقالت اتكل على الله واهرب بسرعة. بس تهربي على فين وعلى فين تهربي يا هانم؟ تعالي لنا هنا. بعد نشر الخبر طبعا والفيديو انتشر، اللي قال من عزبة النخل واللي قال من المرج، وفي الأقاويل كتيرة. بس طبعا الحادثة كانت في المطرية، وتم التدخل من رئيس مباحث اسم المطرية وصفحة وزارة الداخلية. بالمناسبة السعيدة، كل سنة وكل رجالتنا اللي حامينا وحامين بلدنا بخير وسعادة وهنا يا رب. وأنا أوجه التحية الخاصة للواء محمود توفيق وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة اللي هو طارق راشد. مش هننسى طبعا رئيس قطاع مباحث شرق القاهرة العميد وائل غنيم، ورئيس مباحث اسم شرطة المطرية، الراجل اللي باذل مجهود كبير جدا 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 على أرض الواقع، مقدم أحمد جمعة. طبعا السادة الضباط المعاونين مش عاوزين ننسى حد فيهم، كلهم باذلين مجهود رهيب جدا 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 جدا. كان معكم محمد الفيومي من قلب المطرية.